قالت مر بالحادي يمر بين الأرض القفور، خل نواري هالروس على ذيك الاجسام ندفنهم ونصب عليهم الموت. آجركم الله. أول من زار الحسين جابر بن عبد الله الأنصاري. اغتسل جابر لبس ثياب طاهرة نثرا على بدنه السود. أين المنادي وحسين؟ خذني يا عطية إلى قبر حبيب الحسين. يا حسين حبيبي
وأمة الأطفال وأمة النساء. يا عطية، لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك بعملهم. والله والذي بعث محمدا بالحق نبيا أني ونيتي ونية أصحابي بنيتي بعمل الحسين وأصحابه يا عم يا جابر، إني أرى سوادا آت من بعيد كأنه زعاف نخل ورؤوس رماح. يا عطية، اذهب واكتشف تنام الخبر. إن كان من جيش عبيد الله بن زياد فدعنا نختبئ خلف هذا الجبل، وإن كانت من ضغائن الحسين فأنت حر لوجه الله. يا عم يا جابر، مستقبل ضعينة الحسين. ضعينة الحسين؟ وكيف اكتشفت ذلك يا عطية؟ ما رأيت من النساء وأطفال. أطفال ونساء؟ إذا والله جاءت الحسين، إذا والله جاءت ضعائن الحسين. عظم الله لك الأجر في مولاك الحسين. يا جابر، لقد قتلوا عمي أبا الفضل العباس، وقد حرقوا خيامنا
لقد أركبون الجمال الضلال وداروا بنا البلدان وأوقفونا في الأسواق. يا جابر لقد أدخلونا في مجلس عبيد الله بن زياد وأدخلونا في مجلس معاوية أربطونا في حبل واحد كأننا كالأغنام. ومحمدا وعليا وفاطمة وحسنا وأخاه حبيبي يا حسين حسين حسين. إذن والله يا سيدي وبنا إلى مدينة رسول الله. هيا بنا يا جابر. حسين حسين يا حسين 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 يا حسين. وصل صوتك مع زوار الحسين حسين حسين يا حبيبي يا حسين. الله يساعد قلب زينب على الحسين. كل واحدة انكبت على قبر ولدها وعلى قبر حبيبها. بقيت طفلة يمكن تعرفها يا مراد، مكسورة مسكينة جالسة، هي حميدة بنت مسلم ما عندها أبو. إجا زينب أخذتها، بنيتي تعالي هنا أبيك. صاروا الأطفال عند قبر الحسين كالحلقة. أخرجت زينب منديل، تعرف اللي في المنديل؟ وإذا أضراس الحسين أخرجت منديل ثاني، وإذا هو رداء رقية. تقول له يا حسين رقية راحت في الخراب. تعذرني يا حسين ظلت في الخراب. أويلي أويلي على زكي. نادت وأخاف، تقول له من السبي جيت وجبت الراس وياي. تقعد يا عديل الروح خلنا نواري. بحثوا لي هالقبر اريد اشوف حسين. شرب ماي لو بعده اخويا عطشان.
أويلي عادة الميت يسندوا على التراب، يحطوا خد على الثرى ويحطوا وحسين بفنوج الثابلة، تقله تقعد تشوف صيوطهم بيسوا، بعدك يا نظر عيني زماني بيا، اي والله سوى درب الشام يا ابن امي علي بعيد، وما تقطع الا الرجاجيل، وانا حرمه 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 وضعيف يا نظر عيني. رملة وين راحت عند الغاص، تقل له يا ابني تمنيت بيدي ازف، اريد احضر زفافك واعجن بيدي حنتك يا ضوى العين، لكن يا خويا وليلي فجعني فيك البيت. ايضا الرباب نادت انا يا ابني ذخرتك لايام شيء، اتار انقطع يا ابني من وصلك نصيبي. ايضا رباب نادت يا علي الى العشرين ما وصلوا سنين، ذاخرتك يا ولدي الايام شابي، اريد بيدك تهان ترابي. زينب رفعت غليلا كأن عشي بصرها، زين العابدين عرف أين تريد، راحت إلى العباس. قل له يا ابو فاضل جيتك واشتكي حالي، حرب بلا عباس يا عيوني ترضى يذلوني، للشام وداني يا نظر عيوني، دخلوني على يزيد وما اختشوا من تقعد يا نور عيوني وعاين انتوني. يا عباس جابوا الهوادد والواو يركبوني، وللشام يا بعد اهلي عنك ياخذوني، ترضى يذلوني وللشام يودوني. ما بذمتك من المدينة جيت، والله جيت ولجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، واشوفك جبتني الكربلة ومني تغرب. ويلي تحرك ابو النفس الابيه، قالها يا زينب ضاعتش غصبا علي يا عزيزة المختار، عاقتني بنية صاحت انا بقيت محيرة واصفر بيدين، انا لا عباس يضرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتهمل دمعة العين. ابيات الدعاء نوصل هذه الكلمات الى كربلاء كلنا بصوت واحد. يا حسين كلنا نعتني لك كربلاء نزور،
مع زوار الحسين. يا حسين كنا نعتني لك كربلاء الزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور، ويهيج دمعنا ويلقى الرحماي العيون، ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون، محن الظهر وتصيح يا ابن قطعة ويلي ونشوف